دلوقتي احنا معانا 2 سمارت كونتراكت اللي هو الجيم والاتاكر، ومعانا 2 سكريبت اللي هم هيعملوا ديبلوي لل2 سمارت كونتراكت. اول حاجه هنعمل ديبلوي للسمارت كونتراكت اللي هو الجيم عن طريق السكريبت اللي هو الجيم. عشان تعمل ديبلوي عن طريق سكريبت بنكتب الكوماند لاين ده. عاوزين نجهز الاول بيئه العمل. احنا محتاجين اول حاجه ار بي سي، ماشي، موجود معانا في الكيمي الار بي سي الخاص بسيبوليا تيست نت. وهنحتاج 2 اكونت، واحد اكونت يعمل ديبلوي للسمارت كونتراكت اللي هو الجيم، وواحد اكونت يعمل ديبلوي للسمارت كونتراكت اللي هو الاتاكر، واللي هو هيقدر يهجم على السمارت كونتراكت اللي هو الجيم. فنروح على الميتا ماسك. طبعا هنفعل هنا السيبوليا تيست نت. الاكونت دوت اسمه محمود، عايزين البرايفت كي الخاص بيه. للتاكيد طبعا البرايفت كي دوت انا بستخدمه للشرح بس، ما ينفعش انك تستخدم البرايفت كي في اي حاجه تاني، او انك مثلا تعمل له اظهار في اي مكان، او انك تاخده كوبي وبسط في اي مكان. يبقى هنا محمود ده البرايفت كي الخاص بيه. هنغير لاحمد. وده اللي خاص باحمد. تمام، كنترول اس. اول حاجه هنعمل ديبلوي للسمارت كونتراكت اللي هو الجيم عن طريق الامر ده فورج سكريبت. ليتس سمول هنا. فورج سكريبت هو اللي بيعمل او بيقدر يعمل رن للسكريبتات اللي هي احنا كاتبينها هنا اللي هو الجيم دوت. هو بيقدر يعمل ايه فانكشن، الفانكشن ران ديت هو بيعمل ليها رن. فهنقول له فورج سكريبت وهنديله مسار السكريبت اللي احنا كتبناه. سكريبت تاني ان في الفولدر اللي هو سكريبت، اسم السمارت كونتراكت جيم دوت اس دوت اس او ال، وبعدين اسم السمارت كونتراكت من جوه اللي هو ديبلوي جيم. ديبلوي، خلي بالنا من الحروف الكابيتال والسمول. هنقول له داش داش ار بي سي داش يو ار ال. هنجيب الار بي سي الخاص بينا، كوبي، داش داش برايفت كي، الخاص مثلا بالاكونت هو محمود، داش 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 برودكاست. دي اللي بتخلي كلمة اللي هي داش داش برودكاست دي اللي بتعمل نشر للسمارت كونتراكت او للترانزاكشن على البلوك تشين. بدون الكلمة ديت الترانزاكشن بتاعتك مش هتكون موجودة على البلوك تشين، وبالتالي لو رحت على ايثر سكان مش هيظهر لك اي حاجة. بعد البرودكاست هنحط الفاليو المفروض داش داش فاصلة داش داش فاليو اللي هي 0.1 ايثر. تمام، انتر كده. مديني هنا بيندنج، هنا كلمة بيندنج اهو بيجهز الترانزاكشن. تمام، طلع لنا هنا اهوت الكونتراكت ادرس الجديد اللي تم نشره على شبكة البلوك تشين، وده اللي هنستخدمه في السكريبت التاني اللي هو الاتاكر. ده عنوان الادرس. هناخده كوبي ونروح على ايثر سكان سيبوليا.
بقول لك ان دوت هو كونتراكت، الادرس بتاعه اهوت، في رصيد 1 من 100 ايثيريوم. طبعا مفيش اي ترانزاكشن تمت لسه. هنقول هنا بقى الجيم ادرس. تمام. لو حابب تعرف الرصيد اللي في الادرس دوت من كوماند لاين في الفاوندري هنا مثلا كده عن طريق الامر كاست بالانس، تديله الادرس، بعد كده تديله الار بي سي، الشبكه اللي هو ايه معمول عليها ديبلوي، ار بي سي يو ار ال، واحنا هنا شغالين على اولكيمي. كنترول في، هتلاقي هنا ظهر لك الرصيد بس بالوي. عشان تحوله من وي لاثيريوم بنستخدم الامر كاست فروم وي، اديله الرقم دوت. قال لك اهو ان الرصيد الموجود فيه 1 من 100 ايثيريوم. كده يبقى الموضوع معانا تمام. الاوامر ديت هتتعود عليها لما تكتبها باستمرار. ولو عايز تحول الرقم دوت برضو بالمره كده، لو عايز تحوله من ايثيريوم لوي هنقول له كاست تو وي المره دي بقى، حوله لك كده ايه لوي. تمام. يبقى احنا عملنا ديبلوي للسمارت كونتراكت اللي هو الجيم ونشرناه على الشبكه عن طريق السكريبت اللي هو الجيم. دلوقتي عايزين نعمل ديبلوي للسمارت كونتراكت اللي هو اتاكر عن طريق السكريبت اللي هو الاتاكر دوت اس او دوت اس دوت اس او ال. في مشكله عندنا هنا ان هو بيقول لك في تحذير، بيقول لك ان هنا في السمارت كونتراكت اللي هو الاتاكر فعلا في ارجومنت في الكونستراكتور مش موجود. واللي هنا دوت زي ما قلنا كده احنا هنا ايه في الاتاكر هنا مطلوب الادرس للجيم ادرس اللي احنا لسه جايبينه هنا، عنوان العقد اللي احنا عملنا له ديبلوي. هناخده كوبي وهنروح في السكريبت. هو محتاج عنوان العقد دوت عشان يعرف هو هيتفاعل مع العقد الهون، يعني هيوصل له ازاي على الشبكه. هنقول له باست. تمام. ما عادش في مشاكل كده. كنترول اس. تعالى برضو نكتب سكريبت يعمل رن للسكريبت دوت. هنقول له فورج سكريبت، هنقول له المسار بتاعه في سكريبت داش اتاكر دوت اس او ال، نقطتين فوق بعض، اسم السمارت كونتراكت ديبلوي اتاكر. تمام. داش داش ار بي سي داش يو ار ال، هنديله يو ار ال داش داش برايفت كي. وده هنعمل له ديبلوي من الاكونت اللي اسمه احمد. تمام. خلينا نعمل انتر دلوقتي. تمام. بقول لك السكريبت ران سكسسفولي، بس احنا ما عملناش ليه برودكاست عشان مش كده ما ظهرش لينا الادرس للسمارت كونتراكت اللي هو اتاكر. فهنرجع نفس الامر اللي فات وهنقول له داش داش برودكاست. بندنج اهي، عامله بندنج. تمام. ادانا الكونتراكت ادرس اهو. كوبي. تحت ده بقى الاتاكر ادرس. تمام. يبقى احنا كده عملنا ديبلوي للسمارت كونتراكت اللي هو الجيم، وعملنا ديبلوي للسمارت كونتراكت اللي هو الاتاكر اللي هو هيهاجم السمارت كونتراكت اللي هو الجيم. دلوقتي الوقت اللي احنا نستدعي الفانكشن اللي هي اتاك ديت، نعمل رن للفانكشن اللي هي اتاك ديت، بحيث الفانكشن ديت تخمن رقم، والرقم دوت تروح تعمل له باص للفانكشن اللي هي اللي بلاي في الكونتراكت الجيم، ونشوف اذا كان الرقم ده صحيح ويتم سحب الايثيريوم من السمارت كونتراكت اللي هو الجيم دوت للسمارت كونتراكت اللي هو الاتاكر ام لا. عشان نستدعي فانكشن هنا بنستدعيها عن طريق الامر كاست. نعمل كلير الاول كده. عن طريق كاست
عشان نستدعي فانكشن هنا او نعمل كل فانكشن عن طريق الامر كاست سنت. وبعد كده الادرس بتاع الكونتراكت اللي فيه الفانكشن ديت اللي احنا عايزين نعمل لها رن، اللي هو الادرس الخاص بالاتاك اللي هو دوت داش داش ار بي سي داش يو ار ال. اي كوماند لاين لازم تلاقي فيه الار بي سي دوت عشان هو يعرف هيروح فين، هيروح على اي شبكه. احنا طبعا شغالين على السيبوليا داش داش برايفت كي داش كي. طبعا اللي عامل رن وديبلوي للسمارت كونتراكت دوت اللي هو احمد. وبعد كده نقول له اسم الفانكشن بين علامتين التنصيص ده. الفانكشن اسمها ايه؟ اتاك. لو رحنا للاتاكر الفانكشن اسمها اتاك. ونحط ايه الاقواس ديت عشان هي فانكشن، لو في اي مدخلات هنكتبها، بس الفانكشن دي ما فيهاش اي مدخلات. نجرب كده انتر. تمام، عمل ترانزاكشن معانا تقريبا. الموضوع نجح. عشان نتاكد بقى تعالى نروح على السمارت كونتراكت. اهو دوت العنوان بتاع السمارت كونتراكت، الادرس بتاع السمارت كونتراكت اللي هو الجيم، وفي 1% ايثيريوم. خلينا نعمل اعاده تحميل كده. الايثيريوم اللي هنا اتصفر. طب تعالى ناخد الادرس بتاع السمارت كونتراكت الاتاكر، كوبي. تمام، اقول لك في ترانزاكشن تمت اهي، وتم استدعاء الفانكشن اللي هي اتاك، والفانكشن ديت نجحت طبعا. وحصل ايه؟ ان دخل رصيد ايثيريوم ده السمارت كونتراكت الخاص بينا. تمام كده. في مشكله معانا بقى، او مش مشكله، انا قلت لك المره اللي فاتت او اعتبره تاسك. هو دلوقتي الايثيريوم اتحول من السمارت كونتراكت اللي هو الجيم راح للسمارت كونتراكت اللي هو اتاكر. ففي فانكشن في الاتاكر هنا لازم احنا نكتبها، ان دلوقتي الايثيريوم دوت، تخيل مثلا دوت لو بمليون دولار ايثيريوم، وانت حليت الموضوع دوت وتم تحويل الايثيريوم من السمارت كونتراكت اللي هو الجيم للسمارت كونتراكت اللي هو اتاكر، انت مش هتستفاد بحاجه لو انت عامل نفس الشغل ده بالظبط. الايثيريوم اتسحب من الجيم راح للكونتراكت اللي هو الاتاكر، بس الكونتراكت الاتاكر دوت ما فيهوش فانكشن انك تقدر تسحب الايثيريوم دوت للاكونت بتاعك اللي انت عملت بيه ديبلوي للسمارت كونتراكت. فالايثيريوم دوت مجرد ان هو موجود في سمارت كونتراكت كده، السمارت كونتراكت دوت ما بيعملش اي حاجه، ما فيهوش اي خدمه. فده التاسك بتاعك، انك تحاول تبحث في الموضوع ازاي تكتب فانكشن، انك الفانكشن ديت تضيف فانكشن اللي هي ويزدرو. هسهلها لك، بحيث ان البرايفت كي اللي عمل ديبلوي للسمارت كونتراكت اللي هو الاتاكر يقدر بعد كده يسحب الايثيريوم من السمارت كونتراكت ده. تاني حاجه عندنا، او اللي بعد كده هنتعرف عليه بعد كده، هنحاول نزيد الموضوع صعوبه في موضوع البلوك دوت تايم ستامب البلوك دوت نمبر. هنحاول نخلي الفانكشن ديت بدل ما تطلع رقم صحيح تطلع هاش فانكشن. هنفهم الكلام ده في المحاضرات الجايه.